ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ النهارده بقى هقول لكم ازاي نعمل الطاجن الرز المعمر بطريقه سهله وبسيطه، ويطلع معاكم جوسي كده وحلو قوي، ويكون كمان الرز مستوي. يلا بينا نقول بسم الله ونبدا. انا يا جماعه في الطاجن ده كنت مستخدمه كوبايه ونص رز. تمام. اولا بتحطي الرز يعني ما يعديش ربع الطاجن، كمان يعني مش النص، لا اقل كمان، عشان يا جماعه الرز طبعا انتوا عارفين بينفش. وهنكون محضرين زبدة. بس انا هملحه، خلينا نمشي خطوة خطوة. كده كده المقادير انتوا هتاخدوها كمان من الوصفة واحدة واحدة. ملح طبعا حسب الرغبة بتاعتك، انا ما بحطش عليه اي حاجة تانية، هو الملح بس، ما بحطش اي توابل لان لا، عشان ما تغيرش طعم اللبن. تمام. بصوا بقى يا جماعة، انا ايه هحط عليه لبن. انا بعمل الموضوع ده فيه واسيبه على الاقل تلت ساعة، وبعد كده ابتدي ايه ادخله الفرن. هحط لبن لغاية لما اغطيه، واعملي حساب ان اللبن بيفور، لو احتاج لبن تاني هنزوده، وكمان لما هننقعه تلت ساعة برضو الرز هيشرب من اللبن، فهنزود ايه لبن تاني. تمام. هنكون طبعا محضرين بقى قشطة، ويفضل يعني لو قشطة لبن مغلي تكوني بتشيلي وشه، فحلو قوي. يعني خلي عندك كده كل ما تغلي لبن شيلي الوش بتاعه، حطيه في علبة، حطيه في كيس زي ما انت تحبي، وشيلي ايه في الفريزر. تمام. نجيب بقى حتة سمنة كده حلوة، يفضل لو سمنة طبعا بلدي تبقى احلى واحلى واحلى. احط كده حتة صغيرة كده على حسب ما انت عايزة. خلاص انا حطيت يعني يعتبر ايه معلقة كبيرة، مش مليانة قوي، بس كانت طبعا متقسمة، مقطعها كده عشان ايه تتوزع حلو. هقلب بقى عشان الملح. خلاص، واكون طبعا محضرة معايا قشطة. هحط شوية قشطة، وبعد كده هرمي الباقي ايه فوق الوش، لما تيجي تقرب ايه تتشرب كده، خلاص احطه فوق الوش. تمام. اهو بصوا، دوبي بس اهم حاجة الملح عشان ما يركنش في مكان معين، تبقى حبة مملحة وحبة لا، هيبقى مش حلو، ما تملحيهوش قوي. خلاص، لان الملح الزيادة هي ايه هيبوظ طعمه. يفضل يعني لو انتوا بتحبوا الملح زيادة فخلاص. تمام. اهو انا قلبته كويس قوي قوي قوي. السمنة كده كده هتدوب تبقى كويسة، بحيث بصوا بقى دي قشطة، دي قشطة بلبن اهي. بصوا كتل كتل قشطة. هخلي بس حبة للآخر، لأن قبل لما الرز يبتدي يتشرب هحطهم فوق الايه الوش، او لما تخرج زي ما تحبي. انا كده الرز بتاعي بقى جاهز، مش ناقصه اي حاجة بالظبط يا جماعة. هسيبه تلت ساعة وهدخله الفرن. يا جماعة عايزة افكركم، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس، يكتب لي كومنت حلو كده بيتابعني منين، وايه نفسكم نعمل وصفات مع بعض، وما تنسوش الشير الشير الشير. بصوا بقى يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، خلاص اهو خرج من الفرن. بصوا تحفة، ما عادش يعني يا دوبك ربع ساعة تلت ساعة على حسب درجة حرارة الفرن عندك، يعني 180 هيقعد تلت ساعة، 200 هيقعد ايه ربع ساعة، مش اكتر من كده. طبعا كان سخن، بس حبيت ايه اوريكم، لان كنا خلاص بقى هنتغدى، فما كنتش عايزة ايه اركن. طبعا تقدري تعمليه جنب اي وصفة، بس انا ما بحبش ايه ازود لكم الوصفات قوي، احب انزل كل حاجة، عشان بحيث انتي لو عايزة تشوفي الوصفة المعينة، يعني الرز مثلا، البطاطس، صينية لحمة، مش عارفة ايه كده، تبقى كل حاجة لوحدها ايه افضل. لو عزومة طبعا لازم انزل لكم كل حاجة مع بعضها. اهو طلعنا منه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم ايديا. بصوا يا جماعة، انا عايزة يعني كنت بقى مش قادرة اقاوم طبعا. رز المعمر يا جماعة بيتاكل كده لوحده، مش محتاج. بصوا مليان قشطة من جوه وجميل جدا، هو كان سخن جدا، المفروض استنى يبرد حاجة بسيطة، بس كان يعني خلاص بقى وقت الغدا. بصوا بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تستاهل بقكم. جربوه، ويا رب يا رب يعجبكم وصفاتي. ما تنسونيش في الشير شير شير، وألف هنا وشفا، ربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا. متنسوش اللايك لايك لايك. باي باي.